السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تغريد إحسان، مدربة علاقات زوجية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على جزء بسيط كده. دايما بيجي استفسارات أو السؤال الشهير، إحنا لما بنيجي نتعاتب أنا وزوجي فجأة بنلاقي الموضوع بدل ما نتصالح بنلاقي إن إحنا بنتخانق ويعني يعني الموضوع ما بيتحلش، لا بالعكس ده احنا بنتخانق تاني بدل ما نقعد نتعاتب. فالنهارده هنتكلم على حاجات بسيطة ونفهم ليه ايه اللي بيحصل، ونفهم يعني العتاب ووقت الخلاف ده احنا ممكن نستثمره ازاي بحيث ان هو يمر. المهم انتوا سامعين صوتي ولا انا بتكلم كده وخلاص؟ سامعين؟ تمام ماشي. ان احنا ان شاء الله كده حاجات بسيطة هنفهم منها ونشوف ايه الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها بحيث ان الموضوع يعدي بسلام من غير خلافات من غير مشاكل. طبيعي جدا جدا في اي علاقة ان الاتنين الزوج والزوجة او الشخصين بيختلفوا، سواء زوج وزوجة، سواء بنت وام، سواء اخ واخت، سواء صديقة، كلنا بنختلف مع بعض. ليه؟ علشان احنا شخصيتنا مختلفة، علشان فكرنا مختلف، علشان الحاجات اللي موجودة عندنا في عقلنا اللاواعي اصلا كمان مختلفة. كل حاجة في حياتنا مختلفة عن بعض، فطبيعي ان احنا هنختلف. حتى لو كانت العلاقة ما بيني وما بين شريك حياتي دي علاقة لذيذة جدا وحلوة جدا، برضه هنختلف. تمام؟ الاختلاف مش معناه ان في حاجة غلط، الاختلاف معناه ان احنا بنحاول نصلح مسار. دي اول نقطة ان احنا لازم نحطها في مخيلتنا. يعني مش معنى ان انا اختلفت مع حد، في ناس اول ما بتختلف مع زوجها يعني تتوتر وتقلق وتحس ان ايه ده واحنا كده مش متفاهمين واحنا لا، مش هينفع اصلا. مش هينفع ان انا هلاقي التوأم بتاعي. تمام؟ هو احنا اهم حاجة طريقة الخناق نفسها بتفرق، يعني بتفرق في العلاقه كمان. يعني هل مثلا انا بحقر منه وهو بيحقر مني او بنقلل من بعض؟ هل احنا بننتقد بشكل فج وان احنا بقى بنقول له وانت وانت وانت، او هو الشخص التاني بيدينا على دماغنا برضو بشكل مش لطيف وقت الخناق؟ طيب احنا بنحط كده يعني في شخصيات مثلا سواء ستات او رجاله بتهرب وقت الخلاف، يعني اللي هو لا بتعاتب ولا عايزه تتكلم وبتنسحب تماما في كل هدوء وتفضل ساكته. هل ده صح ولا غلط؟ هل ان احنا كمان مثلا انا ببقى معتمده ان انا العلاقه ما بيني وما بينه وقت الزعل تبقى وين لوز ولا وين وين؟ يعني انا وانت يعني كويسين مع بعض لكن مش لازم اطلع انا الكسبانه وانا الخسرانه. بنسمع بعض وبنتناقش وبنفهم ولا بندي على دماغ بعض؟ دي برضو نقط مهمة جدا ان احنا لازم نعرفها. لازم نفرق كمان كويس قوي ما بين اللوم والعتاب. يعني حاجة مهمة قوي، هل انا بلوم ولا بعاتب؟ هل انا وانا بعاتب اسأل نفسي بقى انا عايزة انتصر لنفسي ولا انا بعاتب علشان عايزة احل المشكلة؟ ما هو انا لو عايزه انتصر لنفسي فهلاقي بقى ان انا واقفه له على الواحده وانت عملت وانت عملت وانت عملت، وعايزه ايه يعني انتقم بقى المشاعر اللي جوايا. وكمان لا ده انا مش مستنيه ان انا اسمعه، او هو مش مستني انه يسمعني. ده بالعكس ده عمال كل ما يقول حاجه يهاجمني او انا هاجمه، وعمالين نجادل ومع بعض ومفيش اي لغه حوار اصلا ما بيننا. طيب هنفرق الاول قبل ما نبدا في الكلام يعني ايه الفرق ما بين اللوم والعتاب. يبقى احنا اول حاجه فرقنا ما بين ان هل انا يعني بعاتب علشان انتصر لنفسي واطلع نفسي ان انا الكويسه وانت الوحش وانت وانت، ولا انا يعني بعاتب علشان نعدي المواقف وان احنا نبني حياه سليمه مع بعض. هفرق ما بين الاتنين دول ازاي؟ زي ما قلنا هشوف وهلاحظ نفسي هل انا وقت الخناق ووقت الخلاف
ببقى معتمده ان انا اطلع كل مشاعري السلبيه فيه وانتصر لنفسي وابينه قد ايه هو وحش، ولا ان انا في الجهه الثانيه بقعد كده قاعده لطيفه وبنقي الوقت المناسب وبنتعاتب بطريقه لطيفه وي. تمام. طيب هنفرق الاول ما بين العتاب وما بين اللوم. اللوم انا بستخدمه، الاحظ نفسي كمان وانا بستخدم طريقه العتاب بقى اللي احنا بنسميها عتاب، لكن هي في الاخر ممكن ما تكونش عتاب، اللي هو انا بركز على المشكله اكتر من الحل. يعني انا بقعد اقول له انت عملت فيا وانت عملت فيا وانت عملت فيا، ما بدورش ان انت تحل، لا انا مستنيه الشخص التاني هو اللي يحل، ما بفكرش معاه يحل ازاي. ده لوم مش عتاب. طيب ان انا دايما اتهم اللي قدامي بالتقصير، يعني سواء الزوج او الزوجه يمسكوا الطرف الثاني انت يعني خلاص يحسسوه ان هو اقل شخص في الدنيا دي كلها. الاسلوب دايما بيبقى هجومي بقى، يعني احنا بنهاجم بقى بعضنا والاسلوب بيبقى مش لطيف تماما والشخص ما بيبقاش شايف غير نفسه. والمشكله كمان هنا ان يعني بيبقى كل فكره ان انا عايز انتصر برضو لنفسي، بينكر جميل الشخص التاني. يعني لو حتى الشخص اللي قدامه قاعد يقول له ده انا عملت لك او عملت لك، يقول له انا ما حدش قال لك اعمل لي حاجه، بيركز على نفسه جدا وعلى احتياجاته، والمفروض تعمل لي والمفروض تعمل لي والمفروض تعمل لي يعني الشخص اللي بيبقى يدي لوم ده ما بيهتمش اصلا بالطرف التاني ولا بنفسيته ولا باي حاجه خالص، هو عنده شويه كراكيب جوه ومشاعر جوه بيرميها في وش الشخص التاني وخلاص، سواء الزوجه او الزوجه. يعني ده ساعات الزوجه بتعمل كده وساعات الزوج بيعمل كده. تمام. طيب العتاب بقى، العتاب بيكون بقى انا حريصه على جوده العلاقه، يعني انا مهتمه جدا بالعلاقه وجودتها واني ما اخسرش الطرف الثاني، يعني مش ان انا بحدف طوب وكأن البني ادم اللي عايش قدامي ده جماد مش هيحس او مش هيتاثر، لا انا برمي وخلاص. لا، العتاب معناها ان انا بهتم جدا بجوده العلاقه، بهتم بنفسيته، بقول له على الحلو قبل الوحش، يعني قبل ما ابدا العتاب بقول له على الحاجات الحلوه اللي فيه. طب هنتكلم في نقطة تانية. طيب دلوقتي بفتكر الحلو كمان قبل الوحش زي ما قلنا. بتكلم دايما بصيغة أنا ونحن، يعني في اللوم هتلاقيه على طول الشخصية بتقول إيه، أنت عملت وأنت عملت وأنت عملت، إنما في العتاب ما بنقولش أنت، بنقول انا حسيت بكذا واحنا حابين ان دايما العلاقه ما بيننا وما بين بعضنا تبقى يعني ماشيه بالطريق الفلاني. ففي النهايه انا بعاتب بحب مش بلوم بانتقام. تمام. حطوا النقطه دي حلقه في ودنكم كده. طيب اهم حاجه بقى وقت الخلاف، يعني احنا اتفقنا على الحديث الشريف اللي هو بيقول ايه، آية المنافق ثلاث من ضمنها ايه، واذا خاصم فجر. طيب الفجر في الخصومه دي رهيبه، يعني انا بلاقي زوجه مثلا او زوج وقت الخلاف تيجي مثلا في استشاره ابص الاقي حاجه رهيبه، الست من دول تمسك زوجها يعني او الزوج نفس الكلام. ده ممنوع تماما تماما. احنا عايزين نحيي العلاقه مش عايزين ننتقم لنفسنا. ده بيدمر العلاقه تماما ان انا اتعامل بطريقه مش لطيفه، وان انا ابقى كل همي ان انا احس بنشوه الانتصار على الطرف الثاني. ده وحش جدا جدا في العلاقه. طيب انا بقى عايزه افهم نقطه كمان، يعني انا لما يجي مثلا احس ان اللي قدامي زعلان، تمام، انا اقول له ايه؟ لازم اسمعه، يعني لازم الشخص اللي قدامي اسمعه، سواء الزوج او الزوجه. يعني انا كلامي دلوقتي بس انا ساعتها ممكن تلاقي الكلام يعني بصيغه المؤنث، ولكن الكلام موجه للزوج والزوجه. لما الاقي الطرف اللي قدامي زعلان لازم اسمعه، ولازم افهم هو زعلان ليه، ولازم اخمن يعني اشوف مخاوفه ايه واتناقش فيها. ما هو احنا ما بنزعلش الا لما يكون جالنا فكره مش لطيفه. الفكره اللي مش لطيفه دي لازم انا اسمعها ولازم افهمها، ومش على طول اروح قلب الترابيزه. احنا ليه بنقلب الترابيزه؟ علشان للاسف طريقه العتاب نفسها بتصحي الايجو عندنا، بتخليني حاسه ان انا في وضع اتهام، فعلى طول بروح ادافع عن نفسي. اول ما اللي قدامي بيقول لي انت عملت كذا، طبيعي هقول ايه؟ هقول انا عملت وانا غلطانه. لا، النفس البشريه ما بتغلطش نفسها، فيقول لك لا ازاي انت وتلاقي ايه بقى، في خناقه حصلت في النص. تمام. فمن غير قلب ترابيزه انا اسمع، تمام، احتوي المشاعر، اتكلم. تمام. 3 نقط دول مهمين جدا.
ان انا احسس اللي قدامي لما يقول لي انا زعلان منك عشان 1 2 3 4، اسمعه، اسمعي للاخر من غير دفاع، من غير ما تقول له انت كذا وانت وانت، ويبقى همك انك انت تنتصري لنفسك. النقطة التانية اللي بعد كده، طيب خلاص احنا سمعته، وبعد ما اسمعه اقول له بص انا يعني لو انت شايفة ان انت فعلا غلطانة اعتذري، الاعتذار قوة مش ضعف. اعتذري وقولي والله انا حاسه ان انا غلطانه وحقك عليا وما كانش ينفع ان انا ازعل، ما كانش ينفع ان انا اضايقك، ما اعرفش ايه. طب لو لقيتي ان انت مش غلطانه، تمام، تاكدي ان هو ما زعلش غير عشان حاجه جواه، يعني هو مش من باب الطاقه عايز يزعل منك، مش من باب الطاقه عايز يضايقك. فاقول له بطريقه لطيفه جدا، انا يعني من باب جبر الخواطر، انا يعني لو كانت طريقتي في التعامل معاك او ردودي عليك في الطريق بالاسلوب ده، وانا مش قاصد ابدا ان انا ازعلك، بس لو انت حسيت ان انا متضايق فحقك عليا. بس يكفي دي، يكفي الجمله دي، سواء الزوج او الزوجه. يعني كميه الخناق والخلافات اللي بتطلع وقت الزعل دي صدقوني مش حاجه حلوه. يعني لما الزوج يلاقي زوجته مثلا متضايقه شويه او زعلانه شويه، وهو يرد عليها بالطريقه دي، يقول لها ستي خلاص حقك عليا، انا يمكن انا ما سوها عليا، انا ما كنتش اقصد كده، وخلاص والدنيا بتعدي. لكن انا بقى اقعد اقول له كده، وفي شخصيات بقى، يعني الشخصيات بقى اللي دايما بيتقال عليهم ايه، السهله الهينه اللينه اللي حرمت اصلا على النار. الشخصيات الجميله دي، يعني انا لما اجي دلوقتي حد يقول لي انا زعلان منك وانا اصالحه واراضيه، المفروض الطرف الثاني يتراضى على طول خلاص. طب في شخصيات بقى صعبه جدا في التعامل ومش بتحب تتراضى، ولازم بقى الشخص ده يتشحتف ويعمل ويعمل ويعمل، ده هنقول نتعامل معاها ازاي في الاخر، تمام. ولكن احنا بنتكلم الاول في الفكره نفسها، وازاي نبدا ان احنا نتعاتب. طيب العتاب بقى ده اصلا فن. يعني انا اهم حاجه عندي لما اجي اعاتب حد، مش وقت الخناق واروح اطلع، لان طبيعي انا يعني مثلا زوجي اتخانق معايا او زوجتك اتخانقت معاك، حصل سوء تفاهم طبيعي. ما هو انا دام زعلت يبقى يا اما هو اللي قدامي زعلني، يا اما في سوء تفاهم حصل جوايا. طيب انا بقى وقت الغضب ده ووقت ما اكون مشحونه، اياكي تروحي تعاتبي. ليه؟ لان انا في الوقت ده انا بعاتب علشان انتصر لنفسي، وبعاتب علشان اطلع من جوايا المشاعر السلبيه، فللاسف بيبقى العتاب بطريقه هجوميه، ويبقى ايه، انا خسرت. بدل ما ابقى معايا الحق ببقى انا خسرته، لان انا اتعاملت بطريقه مش لطيفه، تمام. وهيبقى كلها غضب وخناق وصوت عالي وزعيق، فهو يرد عليا يقول لي وطي صوتك، انت بتتكلمي ازاي، ونبص ان الخناقه اشتغلت تاني من اول وجديد. طيب تاني نقطه، بلاش احكام وقت الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغضب، قال لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب. طب اللي قدامي غضب وصار وزعق، انا بقى ما احكمش على الموقف دلوقتي بالموقف ده. ليه بقى؟ علشان اصلا الغضب الافعال اللي ورا الغضب، لا يعني انت ما تضمنيش الشخص اللي قدامك وقت الغضب بيتصرف ازاي. ودايما حالات العنف الاسري والحالات اللي مش لطيفه دي كلها بتبقى بسبب الغضب، وان بسبب ان الطرف الثاني وقف قصاد الشخص وقت الغضب. نعمل ايه؟ نبعد شويه، يعني ناخد جنب كده شويه. طيب وبعد كده ابدا انا لوحدي بقى اطلع مشاعر السلبيه دي. يعني احنا اتفقنا ان احنا عايزين نتعاتب مش نتخانق، صح؟ طيب انا هطلع مشاعر السلبيه دي. يعني واحده مثلا تقول لي انا هو ضايقني او والدته ضايقتني او معرفش ايه، وانا قررت ان انا اعاتبه. طيب انت دلوقتي حاسه ان انت متضايقه وزعلانه، صح؟ طيب ممكن ان احنا ما نروحش نتكلم في الوقت ده، لازم اطلع نفسي بره دايره المشاعر. ليه هطلع نفسي بره دايره المشاعر؟ وهقول لكم ازاي دلوقتي. بنطلع نفسنا بره دايره المشاعر علشان ما يكونش مشاعر هي اللي بتحركني، ما يكونش الوجع والزعل اللي جوايا هو اللي بيحركني. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ انا دلوقتي خدت جنب، ما ردتش عليه، او لو اتناقشنا بطريقه مش لطيفه ولقيت ان الموضوع هيزيد فيها، طب خلاص انا خدت جنب. وبعد ما اخد جنب ايه اللي بيحصل تاني؟ اقعد بقى ايه مع نفسي. في طريقتين ان انت تخرجي المشاعر. الطريقه الاولى ان انا بمسك ورقه وقلم وبسرد فيها مشاعر، بكتب الموقف، اكتبي الموقف كله، حصل 1 2 3 4 5 وهو قال لي وانا قلت له وي، وسيبي الورقه وقومي اعملي اي حاجه تانية. او البنات اللي ما بتحبش تكتب، افتحي التسجيل عندك واقعدي قولي مع نفسك حصل وحصل 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 وحصل. طيب
قبل ما اقعد اسجل واقول مع نفسي ده، انا حاسه ان انا جوايا كلام كتير قوي انا عايزه اقوله، وحاسه ان انا عايزه ازعق، وحاسه ان انا عايزه اشتم، وحاسه ان انا عايزه اطلع كل الكبت اللي جوايا، وهو لو قدامي دلوقتي انا ممكن افرتك الدنيا يعني، او العكس، او الزوج العكس. اللي بيحصل يا ريت كده يبقى في شات ليكي انت خاص بيكي، على الواتس، على الفيس، نوت، اي حاجه اكتبي فيها الرساله، سجلي ده، يعني اشتمي زي ما انت عايزه بس مع نفسك. كل ده بيخرج الطاقه السلبيه اللي جواك. وصدقوني البنات اللي اتعاملت بالطريقه دي الموضوع فرق معاها جدا جدا جدا، لان في بنات مندفعه، واول ما بيحصل خلاف تروح هوب مدياله كلمتين في جنابه في رساله على الواتس او تسجيل صوتي، او تروح متصله عليه وتروح مرميه الكلام في وشه، او لو هو قدامها، وبعد كده ترجع تندم وتقول تصدقي ده انا غلطت، ده انا ما كانش المفروض اقول كذا، ده انا ندمت لما اتكلمت معاه بطريقه مش كويسه، هو الموضوع كبر بسبب ان انا قلت كذا، بسبب ان انا عاتبت وعملت كذا. تمام. وهو في الاخر ما بيكونش عتاب. العتاب يعني اصلاح، العتاب يعني ان انا عايزه ابني علاقه سويه. كل اللي احنا بنعمله دوت مش تحت العتاب ولا تحت الصلح ولا تحت الاصلاح ولا اي حاجه خالص. تمام. فانا هحاول ادرب نفسي الفتره اللي جايه ان انا لما احس بضيق، بحزن، بوجع، هتعامل مع مشاعري ازاي، وهقول لكم دلوقتي هكمل. او لو انا حاسه ان انا في شخص قدامي، مش شرط يكون زوجي، اي حد، شخص تاني، وانا متضايقه منه بطريقه بشعه وعايزه ازعق له، وعايزه، من فضلك ما تروحيش في وقتها تروحي رافعه الكلام رميه في وشه، علشان احنا كده هنحدف طوب وفي الاخر هنزعل عشان الموضوع كبر وزاد عن حده، ومش هيبقى خلاص يعني اصلاحه بقى في الوقت ده. خلاص يعني زي ما بنقول لك ان احنا لما بنخبط مسامير في خشبه ونيجي نشيل المسامير، الندوب بتبقى موجوده مهما حصل. تمام. طيب اعمل ايه؟ زي ما الراجل ساعات، في رجاله كتير جدا لما تتخانق مع زوجاتها تسيب البيت وتنزل، يخرج على القهوه، يقعد على التليفون ما يرد ما يكلمهاش، يشرب، يطلع البلكونه يشرب سيجاره، اي حاجه ممكن هو يعملها عشان ينفس الغضب بتاعه. تمام. طيب انت كمان نفسي الغضب بتاعك. هو لما ينزل ويخرج بره، يروح على القهوه عشان يقعد مع صحابه ويسيب لك البيت، ما تقعديش تاكلي في نفسك وتقولي هو مش مهتم بيا وسابني وانا بهري وبغلي وعمل وسوى فيا. لا، حضرتك دلوقتي حاسه بمشاعر مش لطيفه، هتعملي ايه؟ تفتحي ريكورد، هتكتبي، هتسجلي فيه كل اللي نفسك فيه، نفسك تزعقي له بقى، نفسك تشتكي، نفسك تعيطي، بدل ما تتصلي على حد من اهلك او حد من اهله او تعملي اي مشكله او تتصلي عليه تزعقي له. لا، افتحي الريكورد، قولي كل اللي نفسك فيه، زعقي في الشقه، اعملي اللي نفسك فيه، طلعي طاقتك كلها. طيب اكتبي، اعملي كل حاجه نفسك فيها علشان يبدا مشاعرك تطلع. مشاعري لما تطلع انا بهدى شويه. طيب انا بعد ما بهدى شويه خلاص الموضوع بياخد حيز تاني في دماغي، اللي هو مخي بقى بيبدا يفكر بطريقه كويسه. طيب انا دلوقتي حاسه ان انا في مشاعر لا مش عارفه اتخلص منها. المشاعر بقى اللي انا مش عارفه اتخلص منها دي، اسال نفسي بقى في الوقت ده، لان في اوقات كتير احنا بنزعل من الموقف وبنديله اكبر من حجمه، مش عشان الموقف ده، عشان في ملفات كتيرة اتفتحت في دماغي من ايام ما كنت في الطفولة، من ايام المراهقة، من ايام قبل ما اتزوج، من اول زواجي حصل كذا. فلما تعاد الموقف تاني انا مخي جاب الملفات القديمة، فبالتالي حاسه بزعل مش لطيف، وحاسه اني بسوء ظن، وحاسه ولكن الموقف يكون بسيط جدا. فانا اسال نفسي بكل مصداقيه، هل الموقف فعلا يستاهل الزعل؟ يعني لما حماتي مثلا قالت لي كذا كذا كذا، هل الموقف ده يستاهل الزعل، ولا انا زعلت علشان مخي قال لي شوفي بتبص لك ازاي، ده هي بتقلل منك ومش محترماكي؟ طب هي فعلا بتقلل منك ومش محترماكي، ولا مخك اللي قال لك كده؟ هل انت فعلا يعني زعلك من الموقف اكيد ولا لا؟ اسال نفسي. ما هو انا ما ينفعش ان انا مشاعري هي اللي تحركني وهي اللي توديني وابقى مندفعه، وفي الاخر ارجع اندم وارجع ازعل ومش بكسب في الاخر. البنات العصبيه اللي صوتها عالي اللي لسانها طويل، او الرجاله نفس الكلام، العصبيه اللي صوتها عالي اللي لسانها طويل، لازم ناخد جنب، لازم وقت ادي لنفسي مساحه على الاقل نص ساعه. طب انا دلوقتي حاسه ان انا متضايقه، اقوم اغسل وشي، اتوضى واصلي ركعتين، اقعد استغفر، اطلع انزل، اخرج شويه، اعمل اي حاجه تخليني ان انا ابدا اخرج المشاعر دي. طيب شوفي اي حاجه، البنات اللي بتحب الرقص ترقص، البنات اللي عايزه تكلم صاحبتها تكلمها، بس مش لازم نقعد نحكي بقى. المهم في النهايه ايه؟ طلعت بره المشاعر. طيب بقى خلاص
واحنا قررنا ان احنا بقى نقعد ونتعاتب ونتواجه. الخطوه اللي بعد كده ايه بقى؟ في نقطه حلوه قوي في العتاب، وانا جربتها شخصيا صراحه، واصحابي اللي جربوها كلها عجبتهم، بس مش اي راجل يعني تعجبه الفكره. ولكن الفكره كانت بتتكلم ازاي عن ان بيبقى في شات كده ما بينك وما بينه على الواتس، يعني جروب كده، وده بيكون لوقت الزعل، وتعتبريه كانه صاحبك. يعني انت لما بتيجي تدخلي مش بتقولي له انت يا مثلا يا محمد عملت فيا وعملت فيا، لا، ده انا عايزه احكي لك عن حاجه زعلاني من زوجي ومعرفش ايه، وتعتبريه كانه صاحبك او اخوكي، وانا عارفه ان انت هتفهمني وانت فاهمه كده، كان حد غريب خالص. فهتبداي تطلعي المشاعر بتاعتك من غير ما هو هيحس ان انت بترمي الترابيزه في وشه زي ما بتقال، ولا ان هو هيتضايق وهيقرا كلامك وهيبدا ان هو يرد عليه يعني بموضوعيه شويه. طيب يعني هي طريقه لطيفه، ولكن ممكن ما يكونش حد بيحبها، او يعني نجربها مره كده ونشوف لو الدنيا ظبطت خلاص تمام. طيب قررنا ان هو قاعد قدامي وانا هعاتبه، انا خلاص قررت ان انا هتواجه معاه. طيب البدايه بقى بتبقى ازاي؟ زي ما اتفقنا، ما اقعدش وانا مشحونه. طب انا لسه زعلانه بس احاول اهدى شويه. طيب انا خلاص انا دلوقتي هقعد واتكلم علشان نصلح الموقف، علشان اقول له ان اللي حصل ده ضايقني جدا، وعشان اقول له ان اللي حصل ده انا محتاجه انه يتغير. تمام، فنعمل ايه؟ هقعد قدامه وهقول له لو سمحت من فضلك انا محتاجه اتكلم معاك شويه. طيب قال لي لا مش هتكلم معاك، قول له طب خلاص انا ما عنديش مشكله، وقت ما تحب ان انت تتكلم انا محتاجه اتكلم معاك. طبعا لو هو واخد على الطريقه اللي هي كلها لوم وعتاب وخناق وزعيق مش هيوافق اصلا ان هو يقعد معاكي. ولكن احنا بنحاول مره واثنين وثلاثه علشان نعرفه ان احنا بدانا نتصلح وبدانا نتغير. تمام، نقعد بقى مع بعض هنعمل ايه؟ لازم اسمعه ويسمعني. طيب لو انت حابه ان تبداي لو انت اكثر نضجا منه اسمعيه هو الاول، لو هو اكثر نضجا منك اتكلمي انت الاول وهو هيسمح لك انك تتكلمي الاول. طيب ابدا الكلام ماشي بكلام حلو عليه. احنا دايما بنحب نستخدم نظام اسمه نظام الساندوتش. الساندوتش ده بيبقى زي ما احنا بنقول كده عيش فينو، وبعد كده البهريز اللي احنا عايزين ناكلها، وبعد كده عيش فينو. فاللي هو انا هقول كلام حلو في الاول، وهقول كل اللي مزعلني، وبعد كده هرجع اقول كلام حلو في الاخر. انا اصلا مش طايقاه كلام حلو، ايه اللي هقوله؟ لا هنحاول يعني بمعنى بص انا عارفه ان انت بتقدرني وعارفه ان انت بتحبني. مخه هيروح في حته تانية على فكره لما بيبقى دي بدايه كلامك، وعارفه ان انت ما تقصدش تزعلني، بس الموقف الفلاني حصل منك 1 2 3 وانا حسيت بوجع وحسيت بزعل وحسيت ان انا متضايقه وحسيت ان انا مش مرتاحه، فانا حبيت ان انا اقول لك انا عارفه قد ايه ان انت بتتعب ومقدره تعبك عشاننا ومقدره ومقدره ومقدره، فاتمنى ان انا الاقي منك المره الجايه 1 2 3. بص الاسلوب، ما بفتحتش في مواضيع قديمه، ما قعدتش جبت له القديم والجديد كله. انا القديم والجديد قلته مع نفسي وزعقت وشتمت وقلت اللي انا عايزاه مع نفسي، انا دلوقتي عايزه اصلح. طيب لقيتيه بدا يهجم عليكي بدا ان هو يقلب الترابيزه، وهنقول حسبي الله ونعم الوكيل دلوقتي. اقعد يعني يا اما تقولي له طب من فضلك هقوم دلوقتي، ولما تحب ان تحس ان انت هادي ونتكلم بطريقه لطيفه نتكلم مفيش مشكله. لقيتيه هيبدا يصور اكتر، قول له طيب انا عايزه اسمعك انت ايه اللي مزعلك. طبيعي الشخص اللي مبقاش متعود على الطريقه دي فهتلاقيه بيقدم نقد شديد ولوم وعتاب وبيقلب الترابيزه وكل حاجه. تمام، طيب واحده واحده، يعني احنا بنشد وبنرخي. اسمعي واحتوي، وهو لازم يسمع ولازم يحتوي، ولازم ان العلاقه تبقى وين وين، ولازم نتعلم ده، ولو احنا مش عارفين نتعلمه نسال حد يعلمه لنا. المهم في النهايه اني انا الموضوع في الاخر مش مين كسب ومين خسر، مين اقوى ومين اضعف، الاعتذار مش عيب، واحتواء المشاعر حاجه فوق الوصف. يعني اكتر حاجه بتحل المشاكل احتواء المشاعر. عايزه اقول لك مثلا ان ممكن يبقى الزوج راجع من بره وداخل من الشقه وبيزعق، ماشي، بيزعق على حاجه هو اصلا جاي يعني من الشغل طالع عينه، فهو طلعه في البيت. يعني اول ما دخل كده لا حاجه مش عاجباه راح مزعق عليها. اكتر غلط الست بترتكبه في الموقف ده ان هي تقف وتبرر له الموقف.
او ان هي تجادل علشان تبين له قد ايه هي تعبت النهارده. لا، احنا هنبرر وهنقول كل حاجه، بس مش دلوقتي، مش في وقت ما هو يبقى مشاعره عاليه علشان هو هيقلل منك اكتر. لا، احنا الصح ان احنا لما هو يدي لوم وعتاب ونقد، انا اقول له حاضر ناقص، كنت عايزه اخلص قبل الاذان. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. نكمل بقى مع بعض. اقول حته صغيره وهقفل على طول. النقطه المهمه ان احنا اهم حاجه لما تيجي الزوجه ما تبررش مواقفها للزوج. انت عارفه ان انت تعبتي في الشقه، وعارفه ان انت قد ايه عملتي وبذلتي مجهود، وهو عارف ده، يعني هو عارف ومقدر جدا جدا كل اللي انت بتعمليه، ولكن جايز من النوع اللي ما بيشكرش، ماشي، او من النوع الناقد. فكون انه دخل نقدك مش معنى كده ان انت انسانه مش كويسه. لا، انا كويسه، انا عارفه ان انا بتعب، وعارفه ان انا ببذل مجهود مع ولادي، وعارفه ان انا بيطلع عين اللي جابوني. فمش لازم اثبت له ده، مش لازم ان انا اقعد اقول له لا ازاي والله ده انا عملت وعملت وعملت، انت ازاي، هو انت ما بتشوفش غير الوحش اللي فيا، هو انت وتبدا تفقد ثقتها بنفسها وحاجات كتيره بقى هنبقى نتكلم عليها بعد كده. لكن الصح في الموقف اللي زي دي لما يبدا ينتقد، حاضر يا بابا تصدق انت عندك حق، المره الجايه هاخد بالي، واقطمي الحوار خالص. هنتكلم بعد كده عن مره جايه في فيديوهات كتير تانية عن الزوج الناقد وازاي نتعامل معاها. بس اسلم طريقه عشان نقلل الخناق والخلاف مع الشخصيات اللي زي دي ان احنا ما نجادلهمش وما نبررش مواقفنا، ونبقى متاكدين مليون في الميه ان احنا ناس كويسه من جوايا، انا حد كويس، حد جميل، مش محتاجه ان هو يشكر فيا او ينتقدني. و اخر حاجه بقى هنتكلم فيها، ان انا لما بتكلم على اللوم والعتاب وبقول لك يعني روحي واتكلمي معاه واقعدي معاه، حتى على فكره حتى لو هو غلطان، هي الفكره الست بتبقى مستنيه ان هو يجي ويصالحني ويقول لي انا اسف ويعمل، وده مش ده الزوج مش متعود عليه في مجتمعنا الشرقي. طيب انا دلوقتي هدفي هيجي وهيصالحني وهخليه يصالحني باسلوبه بالطريقه الحلوه، لكن البدايه والاهم ايه؟ العتاب، الطريقه اللطيفه علشان الموضوع يعدي بسلام. تمام؟ فانا اهم حاجه ان مش مشكله خالص ان انا اللي اروح واقول له لو سمحت محتاجين نتكلم. شوفي الاسلوب، يعني مش هقول له انت زعلان ليه وانت منكد ليه وحقك عليا وعشان خاطري وما تسيبنيش وما تفضلش زعلان مني. لا، انا ما بقولكيش ان انت مثلا قللي من كرامتك ويعني هو يبقى غلطان وتروحي تشتحتفي، مش كده، ولكن انا دلوقتي محتاجه، هو غلطان واخد جنب، عشان في اوقات رجاله تجنبيه ما بتعرفش تواجه اصلا، فبتستنى لما الامور تهدى، ودي اكبر غلط الراجل بيرتكبه، ان هو بيسيب الست لما تهدى وتتفلق كده وتخبط دماغها في الحيطه، وهي بتبقى قاعده مع ابليس اصلا عماله تجيب وتودي وتحط وتعمل، وللاسف بيلاقي يعني يوم ما يفكر يرجع بقى بيلاقي الدنيا اتهدت فوق دماغه. مفيش مشكله ان انا اكثر نضجا منه، اكثر وعيا منه، فهروح بكل لطافه واقول له لو سمحت عايزين نتكلم مع بعض شويه، تحب نخرج بره نتكلم ولا تحب نتكلم امتى، وخدي منه وقت وخدي منه ميعاد وقعدوا اتكلموا سوا بكل بساطه جدا. الفكره مش ان انا عايزه اقلل من نفسي ولا ان انا اقلل منه. الفكره طب هو بدا بقى ان هو يتعجرف عليا ويشوف نفسه عليا، او العكس، او الزوجه ان هي بقى تتعامل بطريقه مش لطيفه او تكلمه باسلوب مش لطيف، هنا لا يا حبيبتي تكير بقى، اقعدي كده على جنب، حط بقى الزوجه على جنب او الزوج على جنب لغايه ما هو يرجع مع نفسه، علشان احنا حاولنا مره واتنين في الصلح وفي العلاقه وهو ما حبش او هي ما حبتش ان احنا يعني ترسبات بقى جواها، هي شايفه ان لا انا مش هينفع اطردها واتصلح بسهوله ايا كان. عايزه اقول لكم وهنهي تاني بالحديث، الا اخبركم بمن يحرم على النار كل هين لين سهل قريب. تمام؟ عايزه اقول لكم كمان، واهم حاجه نحط في دماغنا ان العتاب ده ليه مده صلاحيه، يعني مش معنى كده ان علشان الزوج عارف ان الزوجه هينه وسهله ولطيفه فاقوم اجي عليها وما صالحهاش وما اهتمش بيها، والعكس صحيح، ان الزوجه عارفه ان زوجها بيتشحتف عليها وعمال يراضيها فانا هتقل عليه شويه عشان انتصر لنفسي واحس بالنشوه شويه. العتاب ليه مده صلاحيه، لو انتهت
انسي، هتلاقي فجأة الانسان اتحول لانسان قاسي، ما بتفرقش معاه ان كنت زعلان او مبسوط، مع الف سلامة. طاقته خلصت. فما تستنوش ان الاشخاص اللي قدامكم لو كانت سهلة ولينة ما تستنوش ان هي طاقتها تخلص، لان انتوا هتلاقوا ناس تانية وحشة جدا. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم ولو جزء بسيط. هقعد معاكم ممكن دقيقتين كده اشوف لو في حد عنده اي استفسار هرد عليه، وانا معاكم يعني. حد عنده اي استفسار قبل ما اقفل؟ طيب انا مبسوطه جدا، وان شاء الله هيبقى في لايفات جديده، ويعني هنحاول ان احنا كل يبقى اللي فيه 2 لايف في الشهر. وانا كمان يا تسنيم بحبك جدا. وان شاء الله اكتبوا لنا في الكومنتات انتوا حابين الموضوع الجاي يبقى عن ايه، وان شاء الله هنتقابل يعني 10 ايام كده وارجع اقابلكم تاني باذن الله. دعواتكم ليا بالتوفيق. كان معاكم تغريد احسان، مدربة ارشاد زواجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.